السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه بقى من بيتنا الجديد؟ احنا نقلنا كده خلاص، الفراخ كلها بكامل قوتها بكامل عددها جينا هنا اهو. دول اللي كانوا بره جبتهم هنا نقلتهم النهارده اليوم ال11 بتاعنا. تمام. النهارده بقى زي ما اتفقنا هبتدي اخلط العلف. تمام. خلاص انا عندي الفراخ ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، كده اخدوا 16 كيلو علف ناعم. 16 كيلو. الفرخ بيحتاج، الكتكوت بقى مش الفرخ، الكتكوت بيحتاج معاكي من 600 ل 650 جرام. طيب انا حسبتها لقيت ان الفراخ بتوعي العدد بتاعهم محتاج 15 كيلو. تمام. طولت معاهم شويه بقوا 16 كيلو. هنا بقى معانا علف ناعم اهو، يا رب تكون الكاميرا مبيناه اهو. علف ناعم، مش عارفه، ده علف ناعم. تمام. وجبت كمان النهارده العلف الوسط. بصوا، بصوا التجريشه بتاعته خشنه شويه، التجريشه بتاعته خشنه شويه عن العلف الناعم. تمام. هنعمل ايه؟ هنخلط شويه من ده على ده، هنخلط شويه من ده من الناعم، من الناعم ده على على اللي هو الوسط. احنا لسه في الوسط مش في الخشن. تمام. هنخلط لهم شويه من ده على ده ونشوف هنحط ايه النهارده. انا هفضي بس العلف، مش هعمل حاجه تانيه، هفضي العلف وهنرجع مع بعض. طيب اظن كده واضحه. شايفين الفرق ما بين الناعم وما بين الوسط؟ انا حطيت هنا آه نص ناعم على نص وسط. تمام. هنبتدي نسحب الناعم بالتدريج واحده واحده. الاول هنبتديها نص ونص، بعد كده تلات ارباع وسط على ربع ناعم بعد يومين، تلات ارباع وسط على ربع ناعم، بعد كده هيبقى كله بقى وسط. فاهمين؟ يعني احنا اول يومين اهو هندرج لهم نص الكميه اللي هنحطها ناعم على نص وسط، او تلات ارباع ناعم على ربع وسط. انا ما وزنتش بالظبط يعني، بس هو تقريبا عندي النص للنص. بعد كده هتبتدي بان انت تزودي كميه الوسط وتقللي الناعم لحد ما واحده واحده خلاص الكتكوت لما ياكل ده مع ده، لما نخلط له لما ياكل ده مع ده هيبتدي يتعود ان هو ياكل التجريشه الخشنه، العلف الاعلى منه. تمام. احنا ليه بنغير مراحل البادي؟ لان الناعم البروتين بتاعه عالي 23%، الوسط 21%. البروتين لو فضل عالي غلط عندهم على الكلى والكبد. طب انا ليه اضرهم او ليه اعمل ضغط عليهم؟ مش هينفع. انا النهارده عشان احنا ما شاء الله هنقسم الكميه على اتنين، فانا هنا هخرط لهم البصلتين دول وهنشوف هنكمل مع بعض هنحط ايه تاني. طيب انا هنا كل اللي عملته قطعت البصلتين اهو. هنحط عليهم بقى، هنحط قد معلقه كركم ومعلقه كزبره ناشفه، الكزبره اللي احنا بنطبخ بيها. معلش انا صوتي عمل بقى وعناية من البصل. معلقه كزبره ومعلقه زعتر. شفت بقى بوست لطيف ظريف قوي النهارده على الفيسبوك بيقول الناس اللي بتربي بالاعشاب وبتحط بصل وتوم ومش عارفه انتوا مش بتتبلوا الفراخ حيه. اهي معلقه زعتر كمان. تمام. مش عارفه يعني، ما فهمتش الغرض من البوست بصراحه، بس الحمد لله ان الناس ردت عليه في التعليقات وقاموا معاه بالواجب يعني. بيقول ان الجماعه بتوع اليوتيوب دول كل هدفهم الربح والترندات، الترندات ان احنا يعني نطلع ترند بالحاجه اللي احنا بنعملها والربح. طيب يا سيدي الفاضل، والله احنا ولا الحمد لله يعني انا واحده من الناس نيتي لله خالصه. الحمد لله الحمد لله في ناس ابتدت تتشجع معايا، حتى لو واحد، حتى لو شخص او واحده بس اللي اتشجعت وابتدت ان هي تربي معايا لما شافت الدوره معايا من اولها لاخرها الدوره اللي فاتت، فده كرم وفضل من عند ربنا. بالنسبه للربح الحمد لله انا لسه قناتي صغيره على قدي. كل واحد بيسعى والرزق ده بتاع ربنا. احنا ولا هدفنا ربح ولا هدفي ترندات، الحمد لله رب العالمين. كل الموضوع ان ربنا من عليا من فضله وعطاني شويه معلومات انا حبيت انقلها للناس، او جربت مره واثنين وثلاثه وتربيه في البيت عندي وحبيت ان انا انقل تجربتي للناس، ان الناس نبتدي ان احنا نقول يا جماعه ما تجيبوش فراخ من بره، ما تحطوش نفسكم تحت جشع التجار. الفراخ لما طلعت ل 90 و100 جنيه حضرتك ما كنتش بتتكلم ليه وبتقول الناس اللي بتربي والناس اللي مش بتربي؟ ولا كان ساعتها الاسعار كويسه وحضرتك راضي عنها؟ فالحمد لله رب العالمين انا ربنا من عليا من فضله بشويه معلومات، او زي ما قلت لحضراتكم تجربه انا حبيت ان انا انقلها للناس، لا اكتر ولا اقل. انا البوست استفزني بصراحه وبالنسبه لموضوع الاعشاب والبصل والثوم والكلام ده فانا هسيب الريفيوهات بتاعه العملاء بتوعي انا يردوا على حضرتك، فانا مش هتكلم. انا نزلت لكم ريفيوهات في اكتر من فيديو فات، مش هنزلها تاني يعني، انا مش هنزلها تاني عشان انتم ما تزهقوش. العملاء بيطلبوا مني اولا ان انا ازود في العدد. انا طبعا زي ما انتم عارفين ادي ثبت، ادي التاني ده كل اللي املكه من الدنيا. ما عنديش مكان سطحي ان انا اعرف اربي عليه. انا عندي السطح يعني، انا الشقه بتاعتي فوقيها السطح،
بس مش امان لسه، ولا عرفت اقفل مكان، ولا عرفت ان انا اظبط لهم مكان عشان احطهم. مش هروح انا احطهم في اوضه بعد ما صرفت وكلفت وجبت الكتكوت ب 35 جنيه واحطه وجبه دسمه للعرس والقطط عشان تبهدل فيهم. فانا الحمد لله من اول يوم لاخر يوم التربيه عندي في قلب بيتي، في قلب شقتي، مخصصه لهم اوضه كده، سايبه الاوضه دي كده للتربيه عندي. اولا يمكن السبب ده انا اول مره في حياتي اقوله على القناه هنا، انا ابني مريض، ابني مريض بمرض مناعي. الدكتوره منعانا من اي اكل بره خالص، وبنتي عندها مشاكل برضو في القولون، الدكتوره منعانا من اي اكل بره، الدكاتره ده امر دكاتره. ابني المرض بتاعه ممنوع عنه اي هرمونات، حاجات معينه كده يعني، شويه حاجات كتير كده ممنوعين منه. الله يشفي يا رب ويشفي كل مريض يا رب، ويطهر بدنه ويرد له صحته. آه، ده الحاجه الوحيده اللي خلتني شجعتني ان انا اربي، مصلحه ابني، صحه ابني. ده الحاجه الوحيده اللي شجعتني ان انا اربي. لما ربيت دوره واثنين وثلاثه، الاول كنت بجيب عدد على قد شقتي. واحده صاحبتي لما عرفت ان انا بربي قالت لي طب بالله عليكي اعملي حسابي معاكي، زوديني مثلا اثنين ثلاثه على قد اللي هي بتاخده. مامتي، اختي، ابتديت واحده واحده اللي انا بوسع في العدد واحده واحده، بس برضو بجيب عدد على قدي. ما بعديش ال 25 كتكوت، لان زي ما بقول لكم انا بربي في قلب شقتي. الناس لما ابتدت تاخد حاجه نظيفه، حاجه عارفين هم الفرخ اللي هم اخدينه ولا اخد هرمونات ولا اخد منشطات ولا اخد ادويه ولا، وشافوا الفرق ما بين بره وشافوا الفرق ما بين الربايه البيتي. وعايزه اقول لكم قسما بالله ان الناس كانت بتاخد من ناس مربيه بيتي، بقوا بيحلفوا بالفراخ بتاعتي، قالوا لي احنا مهما اكلنا واكلنا فراخ مش زي النظافه اللي انت بتعمليها في البيت. وانتوا بقى بتشوفوا الكلام ده بعينكم دلوقتي في الفيديوهات، الحمد لله رب العالمين. يعني انا عايزه اقول لكم العملاء بتوعي بقوا من الناس المشتركين عندي في القناه بيتفرجوا. تخيلي انت بتشتري فرخه انت بتشوفيها من وهي عمر كتكوت، بتاخد ايه، بتعمل ايه، بتاكل ايه، بتشرب ايه. ما بيتحطلهاش اي هرمونات، ما بيتحطلهاش اي حاجات ترفع في وزنها، كلها حاجات طبيعيه زي ما انتم شايفين. فانا البوست بصراحه استفزني، انا ما اعرفش ليه الناس يعني ليه ما تساعدش الناس ان هم ياكلوا حاجه نظيفه. ويعني انا شكي والله اعلم، برضو مش عايزه اظن في ناس السوق ان هو يعني 90% ان اللي كاتب البوست ده واحد تاجر، ده واحد تاجر اكيد، ده واحد تاجر. مفيش حد همه مثلا مصلحه الناس او همه صحه الناس هيكتب بوست زي ده. كاتب كده بنفس اسلوب التربيه. الناس اللي بتحط بصل وعسل وتوم وخلي مش عارفه انتوا مش بتتبلوا الفراخ صاحيه، لا يا باشا احنا بنتبل الفراخ صاحيه. انا الناس بتاخد مني الفراخ قسما بالله، انتوا شفتوا انا بنضف الفراخ ازاي، الناس بتاخد مني الفراخ تحطها في قلب الفريزر، بتطلعها بتحطها على الحله بتاعه الشوربه ده على طول، دايركت كده بيحطوها على الحله بتاعه الشوربه على طول. لاني ضامنين الفرخ بتاعي عامل ازاي كجوده وكطعم وكلحم وككل حاجه، بيبقوا عارفين هم اخدين ايه. ومن قبل ما اعمل، انا دي تاني دوره بس بصورها، من قبل ما اعمل موضوع الفيديوهات الناس بتاخد مني، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على كميه الريفيوهات اللي بتجيلي بقت عامله ازاي. وده اللي بيشجعني ان انا اكمل الدوره اللي وراها. ما انا عليا من ده بايه، ما انا اجيب لي 4 5 فرخات في الشهر اربيهم، ولا اغرم نفسي ولا اعلي التكلفه على نفسي ولا اعمل الكلام ده كله. وفي الاخر انا ببيع زي سعر السوق. يعني السوق طلع، انا طالعه معايا السوق نزل، انا نازله معايا. الفراخ النهارده مثلا عامله 60 جنيه، انا هبيع 60 جنيه. الفراخ عامله 90 جنيه، يعني وارد ليا المكسب والخساره. انتوا فاهميني؟ انا لما اجيب كتكوت الدوره اللي انا جايباها دي، الكتكوت الواحد فيها ب 35 جنيه، لما اجي انا ابيع بقى مثلا الاقي الفرخ الكيلو عامل 60 جنيه، هخسر ولا مش هخسر؟ هخسر. بس كفايه عندي كلمه الله يبارك لك، الله يرضيكي في رزقك، ربنا يوسع رزقك، ربنا يشفي لك ابنك، دي عندي بالدنيا. تمام. معلش دوشتكم النهارده، بس البوست بصراحه استفزني وجعل حته بتوجعني. يعني انا صحه ابني دي عندي بالدنيا 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 طبعا، ياخدوا نور عينيا كده. بس اسمع ان ابني ربنا شفاه ومن عليه بالشفاء وطهر بدنه ورد له صحته، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد يا رب في السراء وفي الضراء وفي الصحه وفي المرض، الحمد لله دائما وابدا. فده سبب، ده السبب الاول والوحيد اللي مخليني مكمله تربيه لحد النهارده. انا لا هدفي ربح ولا هدفي ترندات ولا هدفي اي حاجه من الحاجات اللي بتتقال. اللهم لك الحمد. اللي يهمني، احنا النهارده 93 على القناه، لو في منكم 3 بس مصدقين الكلام اللي انا بقوله، فضل ونعمه من ربنا. انا عندي جروبات على الفيس، عندي جروب على الفيس وجروب على الواتس، انا بقول عليهم عيلتي. انا لما باجي اتعامل مع حد يعني انا عامله جروب على الفيس بيع وشراء. انا لما بتعامل مع حد، انا مش بتعامل مع حد بمبدأ البيع والشراء او تجاره او لا خالص، قسما بالله انا بقول عليهم عيلتي. والحمد لله انا لما باجي وبحتاج حد بلاقيه جنبي، الحمد لله رب العالمين. يعني في ناس من اللي انا اتعاملت معاهم في موضوع البيع والشراء منهم دكاتره، وانتوا فاهمين انا بقول لكم عيالي عندهم مشاكل صحيه، دكاتره لما بحتاجهم بلاقيهم. لما بحتاج مثلا دكتور في التحاليل بكلم دكتوره معايا ربنا يبارك في صحتها يا رب في عمرها، دكتوره انا محتاجه كذا كذا، تقول لي اعملي كذا، اتحركي كذا، ابني عنده اعراض كذا، تقول لي اعملي تحليل كذا. فانا لما بتعامل مع حد ما بتعاملش مع حد بنيه بيع وشراء تماما تماما تماما. واي حد بيخش عيلتي الجديده برحب بيه وبقول له يلا ونتوكل على الله. النهارده
في اخت عزيزه معانا بسم الله ما شاء الله، دايما 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 من المتابعين بتاعتي، بتكتب لي تعليقات دايما بتحفزني. قالت لي انا ابتديت دوره جديده بعد ما شفت الدوره بتاعتك، قلت لها توكلي على الله ويلا، وانا معاكي واي سؤال انا تحت امرك. كلنا لازم نفيد بعض، ربنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. بس انا مش عايزه اكتر من كده. دعوه حلوه منكم ان ربنا يبارك لي في صحه عيالي، ان ربنا يشفي لي ابني ويشفي لي بنتي ويبارك لي في صحتهم وفي عمرهم عندي بالدنيا. خلاص، ده السبب اللي خلاني بربي. السبب ده انا اول مره اقوله في حياتي، في حياتي عامه عن موضوع التربيه خالص، واول مره اقوله على القناه هنا، وان شاء الله المتابعين هيبقوا عارفين ان انا بربي ليه. احنا هنا حطينا على العلف زي ما اتفقنا، خلطنا علف ناعم على علف وسط، بشرت عليهم بصلتين، حطيت معلقه كركم، معلقه كزبره، ومعلقه زعتر. هبتدي بقى ان انا اقسم لهم الاكل بتاعهم. ثانيه واحده، هي طبق هنا اهو. مفيش حاجه انا بحطها على الاكل مش بقول لكم هي بتعمل ايه. البصل مضاد حيوي حلو جدا، الاعشاب، الكركم والزعتر والكزبره من الحاجات المهضمه جدا للفرخ، بتفيده جدا في موضوع الهضم. البصل مضاد حيوي حلو جدا. العسل لما بنحط العسل بنقول احنا بنحط عسل ليه. الليمون لما بنحط ليمون بنقول ده فيتامين سي. ما الحمد لله رب العالمين. بذاكر وبدور وبجتهد ان انا اوصل لكم المعلومه، والله والله ربي وحده الاعلم. بحاول ان انا اوصل لكم المعلومه على قدر، يعني مسؤوليه في رقبتي، ان انا لما اقول لحد معلومه ان المعلومه تكون صح. مش بحب ان انا اضلل حد، مش بحب ان انا اقول كلام وخلاص، او اقول حاجه بيقول كمان معلش، بيقول الناس اللي بتحط اعشاب قدامكم على الكاميرا من وراكم بيحطوا ادويه قد كده للفرخ. طب انا هرد اقول ايه؟ انا يعني حتى لو حد بيعمل كده انا مش منهم. انا قلت لكم السبب اللي انا مستحيل اكون منهم. صحه اولادي، صحه اولادي، ما اظنش حد ممكن يجازف بحاجه زي كده. انا ابني ممنوع من اي هرمونات، ممنوع من اي، يعني انا عايزه اقول لكم حتى الاكل اللي من بره انا ما بجيبوش هنا على الميه، احط مضاد سموم. ما بجيبش اكل اطلاقا من بره. اي حاجه عايزها انا بعملها في البيت، برجر، كفته، عيش باللحمه اللي هو الحواوشي الاسكندراني، اي حاجه نفسه بتروح ليها انا بعملها في البيت. ممنوع ممنوع يا جماعه من الاكل بتاع بره خالص. بحاول على قد ما بقدر بعمل في البيت وصفات على قد ما بقدر، والحمد لله راضيين 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 الحمد لله رب العالمين، راضيين بقضاء الله وقدره الحمد لله رب العالمين. ربنا يمن عليه بالشفاء يا رب من عنده. انا هنا حطيت البيدي، قسمته على 2 اهو. ادي طاجن اهو، مش عارفه باين معاكم، طاجن اهو هما منمومين عليه، وادي الطاجن التاني وحطيت لهم الميه في النص. هنا بقى الاساتذه كتاكيت دول اللي لسه ناقلينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم برضو العلافه بتاعتهم فاضيه، شايفينها؟ بصوا خلوا معلش التليفون زي كده، هفضي لهم الاكل بس. كده انا اخيرا مطبخي رجع لي. كده ما بقاش ليا شركه في المطبخ، مع انهم كانوا مونسيني والله في المطبخ، كان على طول متابعاهم كده ومراعياهم. نقص لهم شويه ميه بزود على طول، نقص لهم اكل بروح مزوده لهم وانا واقفه، فاهمين؟ بس الحمد لله كبروا بقى وما بقاش نافع الموضوع خالص جوه، وعشان يبقى كلهم حراره واحده كده، فاهمين؟ خليها كده في النص يلا وكده. احط لهم الميه بتاعتهم هما كمان. بصوا بقى، امبارح ما كانش نافع المنظر ده. بصوا هنا، لا استنى ادخل لكم التليفون جوه. بصوا كده، شايفين لفتهم كده حوالين العلافه؟ لما كانوا حاجه و20 في قلب قفص واحد ما كانش نافع، ما كانتش نافعه خالص اللفه كده، فاهميني؟ غير بقى كده مثلا بقوا كده وسع، هتلاقي مثلا ايه 10 11 ملمومين على العلافه، عددهم حلو قوي قوي، 10 11 كده ملمومين عليه، عارفين ياكلوا. بصوا شكلهم عارفين ياكلوا. غير لما كانوا حاجه و20 كلهم ملمومين حوالين العلافه، طبعا مش عارفين ياكلوا ولا عارفين يعملوا اي حاجه، ما كانوش عارفين ياكلوا ولا عارفين يعملوا اي حاجه. فكده العدد كويس، المساحه بتاعتهم كويسه. انا حاطه لهم هنا اللمبه البيضاء، اللمبه البيضاء حطاها ما بين الاثنين عشان الاثنين برضو يبقوا شايفين الاكل وعارفين ياكلوا وعارفين يتحركوا. تمام؟ خلي بالكم برضو من الموضوع ده، ان الفرخ يكون شايف الاكل قدامه.
الفرخ يكون شايف الاكل قدامه، ما تحطهمش مثلا في اوضه ضلمه، الا بقى لما نبتدي موضوع الاظلام ده ممكن ابتدي معاهم من عمر 15 يوم ممكن. التجويع انا ابتديت يعني ايه، مش بجوعهم قوي، بس مثلا خلصوا العلف، انا عارفه ان العلف قدامهم خلصان، اسيبهم مثلا نص ساعه ساعه وابتدي ان انا احط لهم الوجبه اللي بعديها، تمام. لكن لو الاكل فضل قدام الفرخ على طول هينقر شويه ويسيبه ويمشي. احنا كبني ادمين لو الاكل قدامك 24 ساعه مش هتشبعي، ما هو الاكل كده كده قدامي هشبع ليه، الاكل كده كده قدامي هشبع ليه، فاهمني؟ فهم نفس الكلام، لو الاكل قدامهم على طول مش هيبقى فيه جوع، هيبقى ان هم بينقروا شويه ويسيبوا الاكل ويمشوا. فالحمد لله رب العالمين، ده البرنامج اللي انا ماشيه بيه، الحمد لله. انتوا شايفين النتيجه بنفسكم. الفرخ بصوا ما شاء الله، الله اكبر، العمر بيبان عليهم يوم عن يوم. احنا النهارده ال 11 يوم، العمر بيبان عليهم يوم عن يوم. طيب شرط بقى ان الدوره بتاعتي تطول 35 يوم؟ لا خالص، مجرد ما توصلي للوزن اللي انت عايزاه خلاص انت كده دورتك ناجحه. بتحبي الفرخ 2 كيلو، 2 ونص، 3 الا، يعني في ناس بتطول عن 35 يوم، في ناس بتسيبها 40 يوم و45 يوم. اوصلي للوزن اللي انت عايزاه وكده دورتك ناجحه، توكلي على الله، تمام. في الربايه مفيش شروط، مفيش شروط. طول ما انت عامله اللي عليكي، عطشان تهويه سليمه، تدفئه سليمه، استقبلتي صح، جايبه الكتكوت من مكان موثوق منه، من مصدر موثوق منه، خلاص انت ان شاء الله بامر الرحمن اعملي اللي عليكي. نظافه يوميه يا جماعه، عشان برضه انا شفت شويه حاجات كده يقول لك ايه، انا ما اشيلش الفرشه من تحت الفرخ من اول يوم لحد اخر يوم. مين يستحمل ان هو يعني، هتستحملوا الريحه ازاي؟ سواء بقى في بطاريه في مزرعه، هتستحملوا ليه؟ انت لما تخش تحط الاكل للفرخ ولا تراعيه ولا تحط له هتستحمل الريحه ازاي؟ فده حاجه مرفوضه تماما. نظافه يوميه، اكل تمام، الميه بتاعتهم نظيفه، اهم حاجه زي ما انتم شايفين انا بحط الميه قدامكم يوم بيوم، ومش يوم بيوم، انا الميه دي بغيرها 3 4 5 مرات في اليوم. يعني الحمد لله ما فيش فيديو افتحه معاكم تلاقوا الميه بتاعتهم مش نظيفه خالص. تهويه سليمه، تدفئه سليمه، الكتكوت زي ما قلنا من مصدر موثوق، نظافه يوميه، توكلي على الله ان شاء الله بامر الرحمن تطلع من ايديكي دوره زي الفل، تاكلي منها شويه فراخ تحلفي بيهم تقولي انا عمري ما اكلت فراخ قبل كده. فالنهارده معلش كان فيديو طويل شويه، بس حبيت اوضح معاكم فيه شويه حاجات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كده يومنا ال11 خلاص على خير، نشوفكم بكره في فيديو جديد.